السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله أولادي النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الدرس الخامس على الوحدة الستة من كتاب المدرسة في مادة اللغة الإنجليزية، ترم أول منهج جديد، صفحة 76 وصفحة 77. فياريت قبل ما نبدأ الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل أكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت الناس كلها ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. طبعا يا اولاد عندنا الدرس رقم 5 بعنوان طبعا literature، طبعا اللي هو الادب. هنقرا مع بعض السؤال الاول بيقول لي read and listen، اقرا واستمع to the story، دي القصه، واعمل تشيك علامه صح يعني على السنتنس الجمل that best describes اللي بتصف what is about، طبعا اللي بتصف القصه بتتكلم عن ايه. طبعا هنا اول واحده بيقول لي a cafe with lots of plants، يعني كافيه فيه كثير من النباتات، و a cafe that is environmentally friendly يعني صديق للبيئه، ولا a cafe where people يعني كافيه حيث الناس can bring بيحضروا their own cups الكوبايات بتاعتهم. طبعا كل الكلام ده هنعمل عليه تشيك لان طبعا انا قرات القصه وكل الكلام ده موجود فيها. فتعالوا نشوف بقى القصه بتقول ايه ونقراها مع بعض. هنا في البدايه بيقول لي what is that، ما ذلك، asked مجدي بيسال. بيقول لي بعد كده ان the two friends الاثنين اصدقاء looked more closely بيبصوا عن شكل قريب at the trash على القمامه on the ground اللي موجوده على الارض. بعد كده بيقول له اتس ا كافيه كاب، بيقول له ان دي كوبايات تبع الكافيه او تبع القهوه يعني. بيقول له سيد سامي اللي بيقول، يبقى عندنا الاصدقاء مين؟ سامي ومجدي. اند لوك بيقول له بص there is another over there، يوجد اخرون هناك. بعد كده بيقول لي ماجد اند سامي، ماجد وسامي were in their local park، كانوا في الحديقه العامه. It was a beautiful day، كان يوم جميل. and the flowers والورد were in bloom يعني الورد كان بيفتح. but everywhere لكن في كل مكان they looked they were اللي هم بصوا عليه were used cups، كان في كوبايات مستخدمة، plastic straws وطبعا اللي هي المصاصات بتاعت البلاستيكية اللي بيشربوا بيها او اللي هي الشفاطة، and old food containers وحاويات للطعام. بعد كده بيقول لي most of this trash، معظم هذه القمامة comes from بتأتي from a nearby cafe من الكافيه القريب منهم. said مجدي قال why don't we set up، ليه احنا ما نعملش a cafe that makes almost no waste، ما يكونش فيه اي waste يعني ما بيبقاش فيه حاجات مهدرة زي طبعا كوبايات او حاويات الطعام. فصاحبه قال له no waste لا اهدار، how is that possible كيف يكون ذلك ممكن. فصاحبه قال له ويل حسنا take this coffee cup، خد الكوبايه دي. next time المره الجايه the person الشخص who used it اللي هيستخدمها wants a coffee وعاوز فيها قهوه مثلا، they can bring هيقدر يحضر their own cup يعني هيجيب الكوبايه بتاعته هو جاي to the cafe للكافيه. and return هو مروح زي pay less هو هيدفع فلوس اقل for their coffee عشان القهوه اللي شربها دي، لان هو طبعا بيشرب في كوبايته. فصاحبه قال له that's a good idea، دي فكره جيده. and instead of وقال له بدلا من البلاستيك ستروز اللي هي الشفاطات our coffee الكافيه بتاعنا can give paper straw هيدوا لهم طبعا لفافات طبعا من الورق زي الشفاطه كده that don't hurt the environment مش هتضر البيئه. سامي eyes lit up، بعد كده سامي فتح عينه وقال له there are ways في طرق ايضا to reuse اللي احنا نستخدم فيها waste to الحاجات المهدره ايضا. قال له think of all this coffee grounds، بقول له بص كده على التفل بتاع القهوه ده we can use them احنا ممكن نستخدمه as a compost يا اولاد يعني كسماد to grow food عشان نزرع به الطعام. بعد كده بيقول قال له food that we were served in the cafe الطعام اللي احنا هنعده في الكافيه. بيقول له بعد كده the two friends الاصدقاء الاثنين were excited كانوا متحمسين. they talked about هم كانوا بيتحدثوا their ideas عن افكارهم all the way home في كل طريقهم هم رايحين البيت. بعد ذلك بيقول له سون بعد وقت قليل مجدي اند سامي، مجدي وسامي بوت اشتروا an old building مبنى قديم near the park بجوار الحديقة. they cleaned it هم نظفوه and painted it ودهنوه bright colors بألوان مضيئة with environmentally friendly paint مع دهانات صديقة للبيئة. they put هم وضعوا in recycled glass windows يعني حطوا طبعا recycled glass يعني زجاج معاد استخدامه and used old pieces واستخدموا قطع قديمة of wood من الخشب to make tables عشان يعملوا منها الترابيزات and chairs والكراسي. they also hang هم أيضا علقوا lots of plants الكثير من النباتات from the ceiling في السقف on the roof طبعا بتاع السطح. بعد كده بيقول له was a little garden بقت حديقة صغيرة for growing herbs لزراعة الأعشاب fruit الفواكه and vegetables والخضروات.
بيقول لي بعد كده a few weeks later بعد أسابيع قليلة the living cafe opened الكافيه اتفتح it was a quiet كان هادي at first أولا أو في البداية but then people لكن بعد ذلك الناس started بدأوا to notice إن هم يلاحظوا الكافيه they liked the way هم حبوا الطريقة they could help اللي هم استطاعوا أن يساعدوا save the planet أن يحافظوا على الكوكب with their morning coffee مع طبعا كوباية القهوة بتاعت الصبح more people معظم الناس come for lunch بقى يجوا على الغداء and said the food tasted delicious وقالوا ان الطعام طعمه حلو and very fresh وطازج جدا they were excited هم كانوا متحمسين to hear ان هم يستمعوا that some of the ingredients ان بعض مكوناتهم grew on the roof of the cafe يعني ان هم طبعا الناس عرفت ان المنتجات بتاعتهم هم بيزرعوها في الكافيه The Living Cafe quickly become the most popular cafe near the park بعد كده الكافيه ده أصبح هو أكتر واحد مشهور في الحديقة أو جنب الحديقة بعد كده بيقول لي one day في يوم ما مجدي and سامي مجدي وسامي walked through مشوا عبر the park again الحديقة مرة أخرى this time هذه المرة there weren't any used coffee cups ما عادش فيه كوبايات مستعملة on the ground على الأرض there were a few straws كان في القليل من الشفاطات but they were paper لكنها كانت مصنوعة من الورق مجدي picked up one مجدي أخذ واحدة منها and put it in the bin وحطها في السلة بعد كده بيقول every little act helps he said smelling يعني بيقول لك القليل من المساعدة طبعا بتفيد بعد كده بيقول لك he said smelling طبعا قال الكلام ده وهو بيضحك طيب تعالوا بقى نشوف الأسئلة بتقول ايه السؤال الأول جايب لي سؤال ماتش سؤال التوصيل هنترجم الكلمات اللي على الشمال وبعد كده نوصلها باليمين أول واحدة بيقول لي compost طبعا اللي هو السماد اتنين coffee grounds طبعا اللي هي التفل بتاع الشاي أو القهوة recycled حاجة معاد تدويرها سترو اللي هي الشفاطه وويست الحاجات المهدره او الحاجات اللي احنا مش بنستخدمها طيب تعالوا نشوف الاجابات اول واحده بيقول لي the leftover part of coffee beans يعني الحاجات اللي بتترك او اخر جزء بيترك في الكوبايه القهوه طبعا ده اللي هو يا اولاد اللي هو الكوفي جراوندز اللي هو طبعا التفل يبقى دي هتكون رقم A طيب رقم 2 بيقول لي used again حاجه بتستخدم in a different way بطريقه مختلفه ايه الحاجات اللي بتستخدم بطريقه مختلفه طبعا ده تعريف للحاجات المعاد تدويرها اللي بقول عليها بالريسايكلد طيب رقم سي بيقول لي something not wanted يعني حاجة انت مش عاوزها or no longer used او ما عدتش بتستخدمها طبعا ده تعريف للحاجات المهدرة اللي بقول عليها بالويست يبقى ده هتكون رقم سي رقم دي بيقول لي a thin paper يعني ورقة نحيفة or plastic او من البلاستيك tube you drink through انت بتشرب من خلالها طبعا ده تعريف للشفاطة فدي هتكون طبعا رقم دي واخر واحدة قال لك old plant نبات قديم مادة من نبات قديم material طبعا used to grow بتستخدم لزراعة new plants النباتات الجديدة طبعا ده تعريف للكومبوست او اللي هو السماد بعد كده اولاد اسئله الانسر السؤال الاول بيقول لي what do مجدي and سامي see in the park ماذا راى مجدي وسامي في الحديقه at the start of the story في بدايه القصه طبعا هم شافوا يا اولاد في الحديقه كوبايات مستعمله وشافوا طبعا الكثير من السترو اللي هي طبعا اللفافات او اللي هي الشفاطات يبقى اقول طبعا ان هم they saw يعني هم راوا طبعا هنقول cups يعني كوبايات and straws هي طبعا الشفاطات بعد كده يا اولاد هنا طبعا في حرف الار احنا نسيناها ماشي رقم 2 بيقول لي what happens ماذا حدث when someone لما في شخص bring their own coffee cup هيجيب الكوبايه بتاعته to the living cafe للكافيه بتاعهم طبعا هم قالوا ان اي حد هيجيب الكوبايه بتاعته وهو جاي طبعا هيدفع فلوس اقل يبقى هنقول طبعا في الاجابه يبقى هنجاوب يا اولاد ونقول طبعا ان هو هنكتب هنا هنقول he pays less يعني هيدفع أقل طبعا for their coffee طبعا يعني هيدفع فلوس أقل لكوباية القهوة اللي هو طلبها لأن هو جايب الكوباية بتاعته 3 ودوا مجدي and سامي ماذا فعل مجدي وسامي with the coffee grounds بالتفل بتاع الشاي طبعا هم استخدموه ككومبوست طبعا يعني كسماد للنبات يبقى أقول طبعا إن هم they used it استخدموه طبعا as a compost to for grow plants طبعا لزراعة النبات for growing plants
Number 4 what do they use هم استخدموا ايه to make the table chairs in the cafe عشان يعملوا طبعا table chairs الكراسي اللي هي الكراسي والترابيزات في الكافيه. طبعا هم استخدموا old wood يعني استخدموا خشب قديم، يبقى اقول ان هم they used استخدموا old wood يعني استخدموا خشب قديم. Number 5 what do they do ماذا فعلوا with the herbs مع الأعشاب fruit الفواكه and vegetables والخضروات that they grow on the roof اللي هم طبعا زرعوها على السطح. طبعا هم استخدموها في طبعا الأكل والحاجات اللي هم بيعملوها في الكافيه بتاعهم، فهكتب إن هم كذا، يبقى نكتب نقول they used it طبعا as a food يعني استخدموه كطعام that طبعا that they grew. طبعا هم استخدموه او في الطعام اللي هم طبعا بيقدموه للناس. هنشطب على دي يا اولاد ونقول طبعا ان هم زي جرو، هنكتب ان هم that طبعا قلنا that they serve يعني بيقدموه in the cafe. نشطب على دي. يبقى هم استخدموا طبعا كطعام اللي هم بيقدموه في الكافيه بتاعهم. بعد كده يا اولاد بيقول لي read again and check the moral of the story يعني بيقول لي اعمل علامه صح على المغزى من القصه. فاول واحده بيقول لي always pick up the trash انك دايما تلتقط الكمامه، طبعا ده برضو مغزى من القصه. طيب everyone can make a positive difference وممكن كل واحد يعمل حاجه ايجابيه، طبعا ده برضو ممكن نعمله. only go to cafes that have reusable cups طبعا ما تروحش غير الكافيهات اللي بتستخدم طبعا reusable cups يعني كوبايات معاد استخدامها، طبعا هنا برضو ممكن نسيب دي. بعد كده جايب لي هنا طبعا الايدنتيفاي طبعا اللي هي التعريفيه دي مش مهمه بالنسبه لنا. نشوف هنا بقى الحاجات اللي مكتوبه دي. بيقول لي ميك نوتس اكتب الملاحظات about the story عن القصه under the heading اللي تحت العنوان دي. في البدايه بيقول لي the main idea ايه الفكره الرئيسيه للقطعه. طبعا القطعه هنا بتتكلم عن كافيه صديق للبيئه، يبقى هقول the environmentally كافيه يعني الكافيه الصديق للبيئة، ده العنوان. طيب هنا بيقول لي the main events الأحداث الرئيسية اللي هي البيجيننج البدايات، middle الوسط and the end والنهايات. طبعا في البداية يا أولاد هم كانوا فين؟ كانوا في الحديقة، يبقى أقول طبعا إن البداية in the park ونهاية القصة طبعا نقول لك إيه؟ in the cafe. طبعا البدايه بقول لك المين ايفنت الحدث الرئيسي طبعا هم كانوا في الحديقه، وفي النهايه طبعا كانوا في الكافيه بتاعهم. طب الكاركتر مين ومين اللي كانوا في القصه؟ طبعا كان عندنا شخصين اللي هم مجدي and طبعا مجدي وسامي. طيب ذا سيتنج المكان اللي كانوا بيجلسوا فيه، طبعا قال لك مكانين اللي هو اللوكال بارك اللي هي الحديقه العامه اللي كانت في بدايه القصه and ذا كافيه، وطبعا الكافيه اللي هم عملوا. طيب بيقول لي keywords and phrases الكلمات والفريسز المعاني اللي موجوده في القصه. طبعا يا اولاد عندنا معاني وكلمات كتير موجوده في القصه، زي طبعا عندنا كلمه compost، عندنا coffee ground، عندنا that's a good idea. انا هعلم لكم على الحاجات اللي انتوا تكتبوها كمعاني طبعا تستخدموها في كتابه هذا الموضوع اللي هو الكيوردز كلمات داله and phrases ومعاني. كلمات ممكن نستخدمها كدلاله وكلمات نستخدمها كمعاني. في البدايه هنكتب دي اللي هي every little act helps يعني القليل من المساعده طبعا بيفيد. عندنا برضو كلمة that's a good idea دي فكرة جيدة. عندنا برضو يا أولاد ممكن نكتب إيه تاني؟ that's it in the cafe. ماشي ممكن نستخدم دول، ممكن نستخدم برضو معاهم كلمة coffee grounds طبعا دي كلمة دالة على السماد. ممكن نستخدم برضو معاها كلمة compost طبعا اللي هو السماد بتاع النباتات. بعد كده بيقول لي use your notes from exercise 5 بيقول لك اكتب ملاحظاتك من exercise 5 summarize the story ولخص القصة in your own words بكلماتك فقط من 50 كلمة. نشوف البوك كلاب بيقول ايه. بيقول لي هنا discuss the question ناقش الأسئلة دي in pairs في مجموعات صغيرة. السؤال الأول بيقول له what do you think ماذا تعتقد is the best thing about the living cafe ايه هو أفضل شيء في الكافيه ده.
طبعا هقول ان افضل شيء ان هو صديق للبيئة، يبقى اقول the best thing is that ان هو طبعا صديق للبيئة، يبقى friendly. ان that طبعا ده كافيه، نكتب ان that the cafe friendly صديق طبعا to environment، ان هو طبعا صديق للاولاد للبيئة. بعد كده بيقول لك do you think، هل تعتقد ان مجدي وسامي idea is successful، فكرتهم ناجحة ولا لا؟ طبعا هقول yes، اعتقد ان هي ناجح. بعد كده بيقول لي why does مجدي say every little act helps at the end of the story، ليه مجدي قال لك ان قليل every little act يعني القليل من الحركة helps بيساعد. طبعا هقول طبعا ان هو قال الكلام ده طبعا to help، هقول طبعا in to the people طبعا عشان الناس، يبقى to encourage people عشان طبعا يشجع الناس، to save the environment عشان يساعد الناس طبعا او يشجع الناس ان هي تحافظ طبعا على البيئة. بعد كده بيقولوا do you think، هل تعتقد it's better من الافضل to make something انك تعمل شيء new جديد or give something او انك تعطي شيء قديم a new life حياة جديدة. طبعا اقول مثلا ان انا I think it's better ان هو من الافضل to make ان احنا نعمل طبعا a new thing يعني شيء جديد. كده طبعا يا اولادي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.